هو خلاص ما بقاش فيه مراعية للعيش والملح، ما بقاش فيه مراعية لصحوبية او عشرة. آه، لو واحد كلت معاه عيش وملح مرة واحدة صونها، راعيها. دخلتي بيت حد تطلعي منه طرشة وعمية وخرصة، مش تطلعي تقولي الأسرار أو اللي انتي شفتيه. انتي ما شفتيش حاجة جوه، حتى لو ما شفتيش، انتي عامية طرشة خرصة. النهاردة هتكلم في موضوع جوه مصر وبره مصر كلنا اتوجعنا منه، يعني كلنا اتوجعنا بالموضوع ده. ايه؟ قلبة الصحاب. قلبة الصحاب حتى لو ما كانوش صحاب، قلبة حد كنت فاكر ان هو صاحبك ودخلته بيتك واكل عيشك وملحك، طفحتوا سوا، يبقى تراعي اللقمة اللي انتوا كلتوها سوا. بصراحة انا بقيت مصدومة، انا بشوف حاجات على السوشيال ميديا اللي هو انتوا في ايه؟ انتوا بقيتوا كده ليه؟ كل واحدة فيكوا ماسكة سيرة التانية. لا، وبقى في رجالة كمان بتعمل كده. يا يا رجالة، يا رجالة، ده انت راجل، ده انت راجل. ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ ايه اللي انتوا بتعملوه ده بجد؟ انا مش مصدقة والله. انا بشوف العجب على السوشيال ميديا، انا بشوف العجب على السوشيال ميديا. حضروا بقى كوباية الشاي وتعالوا نسمع الفيديو ده ونقعد قعدة صراحة كده، نفهم ايه اللي جرى للناس، ايه اللي حصل. بس قبل ما نبدأ بقى، ايه، يلا انزلوا لايك المتين، شير، كومنتات كتير عشان انا بحب الكومنتات. وعايزة شير لكل واحد قلبه اتوجع من اللي بيحصل والكلام اللي بيتقال، وصحابه طافحين عيش وملح مع بعض. طفحتوا عيش وملح مع بعض وبتجيبوا سيرة بعض. أصعب حاجة في الدنيا مش إن أنت تخسر صاحب، الأصعب إن أنت تكتشف إن هو ما كانش صاحبك أصلا. تكتشف إن السر اللي قلتهوله، وبالذات الستات، الأسرار اللي أنتي قلتيها لها وأنتي بتعيطي، عيطتي في حضنها، بقت سكينة في ظهرك. اللي بيجرحك قدام الناس هو الشخص اللي انت امنته على اسرارك. اللي فضحك على السوشيال ميديا، احنا بقينا يعني، ايه ده؟ ايه اللي احنا بنعمله ده؟ ايه ده؟ هي الاسرار بتطلع على السوشيال ميديا؟ هي اسرار البيوت بقت بتطلع على السوشيال ميديا؟ اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله في بعض، اتقوا الله في نفسيكوا. لا، ده بقى في اخوات كمان بيعملوا كده في بعض. يعني هي مش بس ده، في اخوات بيعملوا كده في بعض. انتوا ايه اللي جرالكوا؟ يعني ايه اللي جرالكوا؟ كل واحد ماسك سكينة للتاني، كل واحد ماسك كاميرا، ويلا فضايح. ومش عيب الاشخاص بس، عيب اللي بيتفرج عليهم وبيرد عليهم وبيعمل لهم كومنتات ولايكات وشير. انت ما اختلفتش عنهم في حاجة، انت زيهم. لقيت حد بيجيب في سيرة حد، اقفل وبلوك. لو هتسيب له كومنت، تسيب له كومنت، اتقي الله.
اتق الله، امسحوا الفيديو، امسحوا الفيديوهات اللي انتوا بتعملوها دي للطرفين، مش طرف على حساب طرف، للاتنين لو هما ماسكين بعض. انا لغايه دلوقتي نفسي اشوف حد طلع عليه في فيديو فما جابش سيرته التاني بقى في فيديو هو كمان، اللي هو يلا نرد بقى، يلا بينج بونج، الماتش هيخلص على مين، يلا هنا هننزل فضيحة، هنا ننزل فضيحة، هنا ننزل سر، هنا ننزل سر. ايه؟ ايه بجد؟ فين اصول العيش والملح؟ فين؟ فين المروءة اللي اتربينا عليها لما بلاقي رجالة بتعمل كده كمان؟ وبعتذر ان انا بقول عليهم رجالة عشان الراجل ما بيعملش كده. القرآن الكريم قال لك ولا تنسوا الفضل بينكم، ولا تنسوا الفضل بينكم. يعني حتى لو اختلفنا ومش هينفع نكون صحاب تاني، نخرج بالمعروف ونقفل الباب على كل الأسرار وكل حاجة، كل حاجة. ما نبقاش ماسكين سكاكين لبعضينا، يلا فيديو هنا، يلا فيديو هنا، يلا فيديو هنا. والعيب مش عليكم انتوا لوحديكوا، العيب عليكوا وعلى اللي بيتابعكوا، اللي مشجعكوا واللي بيرغي معاكوا في الكومنتات. انتوا بترغوا في ايه؟ انتوا بترغوا في ايه؟ خصوصا اللي ما شافش، يعني في ناس ما تكونش شافت حاجة اصلا، هي بيحب الشخصية دي وكاره الشخصية دي، فيلا بقى نطلع اشاعات ونطلع كلام ما حصلش اصلا، ممكن ما يكونش حصل اصلا. وانت كنت معاهم؟ يعني اللي بيتابع في الكومنتات ده وعمال واو قولي واو واعملي واو. انا بشوف كومنتات انتوا بتشجعوا هات اكتر، ادينا اسرار اكتر، ادونا اسرار اكتر، طلعوا كذا. ايه ده؟ ايه ده؟ انتوا بتشجعوهم على ايه؟ انتوا عايزين تعرفوا ايه؟ اسرار ايه اللي انتوا عايزين تعرفوها؟ وانتوا مالكوا؟ اتقوا الله، اتقوا الله، هيتردلكوا وهتتفتحوا وهتتوجعوا من صحابكوا ان ما كنتوش اتوجعتوا فعلا. اتكلم بصراحة ومن غير زواق، من غير ما نزوق الكلام، لو في ناس حصل ما بينهم كده دول ما كانوش صحاب اصلا بقى. دول يا كان الشخص داخل مصلحة، انتوا الاتنين عارفين بعض مصلحة، يا بتملوا فراغ حياة بعضيكوا كده، يعني عندك شوية فراغ، لكن انتوا ما كنتوش صحاب. مستحيل دي تكون ناس كانت صحاب في يوم من الايام. واول ما المصلحة خلصت او اختلفتوا في الرأي، الوش الحقيقي ظهر. الغيرة المستخبية، كنتوا بتغيروا من بعض. انا بتكلم على الاتنين اللي طالعين قصاد بعض، لكن لو واحد او واحدة طلعوا والتاني التزم الصمت، فيبقى الشخص ده هو اللي كان غيران، هو اللي كان ليه مصلحة، ولما مصلحته ما قضيتش او حصل خلاف، ابتدى بقى يطلع الاسرار ويطلع الوش التاني، الوش الحقيقي. مش كل ال- اللي بيمثلوا ان هم اصحابنا هم اصحابنا. في ناس كتير قوي بتبقى عاملة صحابنا وهم باصين لرزقنا، باصين لبيتك، لولادك، لحياتك، لعيشتك، وراسمين وش الحبيب.
أول ما تحصل مشكلة الغِل يظهر على طول، الغِل اللي جوّه يطلع على اللسان. هيطلع إيه بقى؟ كلام وتلقيح وفيديوهات والقرف اللي إحنا بنشوفه ده. أنا لغاية دلوقتي ما شُفتش 2 على السوشيال ميديا حد فيهم التزم الصمت عن التاني، يعني نِفْسي أشوف حد ليه مشكلة أو حد بيلقّح عليه وهو التزم الصمت، نِفْسي، نِفْسي والله أشوفها. لأ، اللي ده عنده أسرار يطلّعها وده عنده أسرار يطلّعها، يالّا أنتم الاتنين مش كويسين، أنتم الاتنين مش كويسين، ما فيش حد فيكم كويس. طيب حصل اللي حصل، نحمي نفسينا إزاي؟ الحل إزاي يا سليم؟ الحل إيه يا سليم؟ نقفل بيوتنا وما نتكلمش مع حد؟ أنا ما قُلتش كده، لأ طبعًا. ربنا خالقنا كائن اجتماعي، إحنا ربنا خالقنا كائن اجتماعي، ما يعرفش يعيش لوحده. بس الحل هو الحدود، ما فيش حاجة اسمها صاحبتي الأنتيم من على السوشيال ميديا، والله ولا في العلاقات العادية، ما فيش حاجة اسمها صاحبتي الأنتيم، ما فيش حاجة اسمها صاحبتي الأنتيم اللي تعرف كل أسراري أنا وجوزي. ما فيش صاحبتي الأنتيم اللي تعرف أسرار بيتي ودخلي كام وفلوسي كام. حبوهم وصاحبوهم واخرجوا معاهم واتفسحوا وسافروا واقعدوا مع بعض، بس خلوا اللي جوه البيت خط أحمر. أنا كنت هبلة على فكرة، أنا كنت هبلة، بس ما وصلتش للمرحلة إن حد يطلع عليا في السوشيال ميديا. بس شُفت تلقيح في بوستات، شُفت على عيشتي وحياتي. ده أنا في ناس كانت بتحسدني على الشقة، إن أنا باعرف أشتغل، واتقالت لي في وشي: "يا بختِك أنتِ بتعرفي تشتغلي." أنا نفسي أتستت والله، أنا نفسي أتستت وأقعد في البيت. يعني أنتِ متستتة وعندِك راجل اللهم بارك ربنا يبارك لِك في بيتِك، أنا ما عنديش، أنا راجل وست، أب وأم ل4. فغصبٍ عني والجزمة على رقبتي بانزل أشتغل، باعمل محتوى على السوشيال ميديا لإن أنا مسؤولة عن بيت لوحدي. أنتِ بتتمني الشقة بتاعي، خديه، بس خديه على بعضه، تعرفي تاخديه على بعضه؟ هتعرفي تاخديه على بعضه؟ بس ما وصلتش إن حد يطلع على السوشيال ميديا ويعمل فيديوهات، الحمد لله يعني الله، يعني ربنا يعافينا يا رب. فالحل إيه؟ أنا شخصيًا أنا ما باصاحبش حد من على السوشيال ميديا، ولو صاحبت يبقى في حدود. يعني طبعًا ليّا أصحاب كتير أوي على السوشيال ميديا، أعتز بيهم وناس محترمة وعلى راسي من فوق، ولكن مش هتعرف كل حاجة عني، مش هتعرف حاجة عن ولادي، مش هتعرف حاجة عن بيتي، مش هتعرف حاجة عن دخلي، لو إن كده دخلي أنا قايلاه على السوشيال ميديا يعني، بس لأ، أسرار بيتي ما حدش يعرف عنها، عشان لمّا نختلف ما يبقاش في سلاح، ما يبقاش في سكينة. علّموا ولادكم من صغرهم إن العيش والملح أمانة، أمانة نصونها.
حتى لو كلنا مرة واحدة مع بعض. العيش والملح أمانة، أسرار البيوت أمانة، اللي يخرج من حياتنا نخرجه بأدب وما نتكلمش عليه. دخلنا بيت خرجنا منه عمي طرش خرس. علموا ولادكم من دلوقتي. وانتوا الصغيرين اللي بيتفرجوا عليا، انا في بنات صغننه 18 وعشرينات و25. البنات ارجوكوا حافظي على اسرارك وحافظي على العيش والملح، واللي تشوفيه ما تتكلميش فيه، وما تتكلميش عن اسرارك وبيتك واللي بيحصل مع مامتك واللي بيحصل مع باباكي. واصل ماما مش فاهماني فانا هتكلم مع صاحب. مفيش حد هيحبك اكتر من امك، محدش هيحبك ويخاف عليكي اكتر من امك حتى لو قطعت منك كده. مفيش حد هيحبك اكتر من امك. بعتذر. في خلافات، في امهات صعبة، بس انا عايزة اقولك انا اسفة في التشبيه، بس انتي لو جيتي لامك كده فوقيكي وتحتيكي قرف هترزعك العلقة، بس هتاخدك تحميكي وتطلع بيكي فلة فلة. محدش هيضرب حد. فاحفظي اسرارك لنفسك. لو انت مش قادره تتكلمي مع امك بلاش بتتكلمي. فرغي اللي انت عايزه الشحنه اللي عندك اللي عايزه تطلعيها دي ورقه وقلم يا حبيبتي، اكتبيها في ورقه. طلعهاش لحد. اكتبيها في ورقه وبعد ما تخلصي قطعيها وارميها احرقيها. مخليش حد يعرف اسرارك. انا عايزه كل واحد وواحده بيسمعوني دلوقتي ينزلوا في التعليقات يقولوا لي دقتوا الوجع ده قبل كده؟ وايه رايكم في الناس اللي بتلقح على بعض في الفيديوهات؟ ايه رأيكم في الناس اللي كانوا حبايب ودلوقتي أعداء، كل واحد ليه قناة ولا ليه صفحة على السوشيال ميديا وشغال؟ أنا هقعد أقرأ تعليقاتكم تعليق تعليق، هرد إن شاء الله كالعادة وأعمل لكم عليها قلوب، لأن أنا بحبكم قوي وانتوا فعلا عيلتي الغالية عليا. ما تنسوش لايك شير كومنتات كتير. ودي مش نهاية الفيديو، دي بداية الرحلة، واشوفكم في رحلة جديدة في عائلات سلام. اشوفكم على خير.